السلام عليكم. اهلين بالقبضايات. وين بنلاقي بيت العقيد ابو شاب؟ شو بدك منه بلا صغرى؟ انا بكون عمه. انا من طرف اب فوزي اللي بحب الموزي. من شي اسبوع ابو شهاب وصاني على 10 متورات وبدي نبه وين في حمله. طلت عندي دقيقتين على الجالك بنكون عنده شرف. والله نحن جبنا المتورات بس المشكله الدوريات طياره هلكتنا. افلفوصوا ابخران ساعته عم يصدروا المتورات. والله كل يوم منزلنا شي 200 متور بس الحمد لله عم يجي رغيبا يروح دغري. ما في متورات من بعدكم عمي. متور ابني اللي اخذته على الخامس بشبب. يفضى عرضه شو بيهشت لا تود عليه. ابنه ما بيعرف يشبب، ما بيعرف غير يشفط ويدندن لي هيك دندن. هلا المهم ايمت جايين المتورات؟ لكن لا لك يا ابو شهاب المتورات عنا ايمت ما بتحبوا تعالوا خدوها. وشلون بدنا ناخذهم؟ هلا بدك تبعت اولاد اختك حصرا اللي هن اصحاب الميتور لانك انت موصي واحد بطح وواحد هارلي. ايه بسلمونا المصريات وبنسلموا الميتورات وبروحوا من طريق الكسوه. مشي. بس انت نبههم ابو شهاب اهم شيء التشبيب على الطريق لان بيشوفوه عم يشبب دغري عم يلقطوه وعم يلحقوه كمان. ايه خلص تمام اتكلنا على الله. يلا بالاذن منك لك. لك عدو بلاك الخرا. لك والله عندنا طلبيه بارت. ما بصير نروحوا قبل ما نضيفكم شي. ما بدنا نتاخر على الزباين ابو شهاب. لك ما بتتاخر ليك البيت قريب. هلا كل واحد بدون زيت مع صحون دبرياج وخالص السيره. شرفوا شرفوا هلا بناخذ بوجي نحن. يلا خالي بتطلع الصبح بتجيب الموتورات لان ما في دوريات. انو خالي لو في دوريات لا تاكل هم ما حدا بالقطنه. عقيد رايحين قولوا نجيبوا لي بارت مشان الله والله تكسرت رجلي. بدك بارتي انت اللي ما تذكر لما دعست الولد فاتت الدعاسه باذنه. خلص خالي خلص خلينا نجيب المتورات هلا شو بدنا فيه. يلا قولي يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خالي معلش اذا اخذنا متورك شي. لا شو عليه خالي بس عبيه بنزين. لعن عرض هيك مكنه. اسمع عصام اسمع لك دوريه يا حمار. انو كمون يا شباب هربوا. السلام عليكم. وين بقية الشباب؟ جايين معي على الطريق. وليش ما يجوا معك؟ مشيتنا دوريه حجزوا الموتورات. كيف ضعفتكم؟ شو؟ كيف ضعفتها راح ميتوري؟ لك الله وكيلك ما دخلنا كلهم نفق اخوي معتز. ميتورات راحوا كلهم؟ راحوا كله عمي ابا شو بس جبنا لك الزمو. اطلعوا محول الساعة اللي اعطيتكم فيها الميتور. عمي ابو حاتم جبنا لك البفلات طمن. ولا خراي عليكم على البفلات. لك انا اكل هم خالك تلعب بخالك. في شيء اهم من الميتور عند خالك روح شوفه. يلا جواب. الحزم ما حيرجع الموتورات. لا حول ولا قوة الا بالله. مشان هيك انا بقول الله يعوض على اللي راح. امين يا رب. انا ما بهمني الموتورات بس انا كان بدي طقم الخرز اللي كان على الموتورات. صح كلامك يا أبو شاب. أنا مرة رح لي سنفور كان عليه مسبحة. يلا اسمحوا لنا الله يعوض على الجميع. الله معك سلامة، نعيدها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدك شي أخي؟ سلام الله معك ابو قاسم. السلام عليكم. سلام الله معك ابو الباص. بدك شي خالي؟ بدك شي خالي؟ عدو عاوزكن تلعب بخالك. انتو مفكريني زعلان على الميتور. انا يشهد الله مالي زعلان عليه. صار رايح لي 10 ميتورات. مرة كنت مشبب على طريق حمص رايح على اللاذقية عدالوب واحد واجت الدورية ووقفتني واخدته مع انه كان مزوزة مركب عليه زوايد ب200,000 ليرة. عهديك الايام 200,000 هلا 200 مليون. كنت طايش اكتر منك يا معتز على دن. بس يا خالي هذا بطح. بدي اعطيك اياه انا وفلفوص على السطح. لو بطح هذا من كيسك قعد عم تدندن على الطريق قلنا لك الصبح لا تدندن. لو مو مدندن ما بتلقطك دورية. انا كنت دندن وشبشب بس لما مر من جنب دورية امشي باحترام. لك يا خالي الميتور جديد. طيب ميتور جديد حبيت دندن شوي وخلاص. ابو العز خلص فداك البطح وفداك ميتوري. انا قلت لك والله العظيم ما بهمني ميتوري بس كان بهمني طقم الخرز اللي عليه. لما كنت مسجون فصل لي يا صاحبي ابو بريعس الله يرحمه سال عصام. صح خالي والله صح. خذوا بسكليت الكوبس رجعوا فيها على البيت بس ديروا بالكم مدنية مكسورة. رحمة الله عليك يا ابو بريعصي. رحمة الله عليك. راحت هديتك طقم الخرز الحمد لله. ما أكلت شي يا مكمل. مالي نفس. طول بالك يا مو. هلا أنا فايت بجمعية إن شاء الله بعد شغلة أسبوع بتطلع لي رح أشتري لك أنت وأخوك عصام بسكليت. لا يا مو لا. لك ليش يا مو؟ أنا ما بدي مركوب. أنا خلص بعد ما راح البطح مستحيل أركب شي من بعده أبدا. يا مو والله الميتور خطير عليك. خلص إذا ما بدك بسكليت بجيب لك سكوتر. هاي آخرتي سكوتر وبسكليت. سكوتر؟ إيه يا مو إيه تقضي لك مشاويرك أحسن من البطح وما حدا بيحاكيك عليها شي أبدا ومسموح داخل المدينة تقضي مشاويرك. بطح لسكوتر لبسكليت العالم كانت تحلف باسمي بالتشبيب. والله جبنا له بسكليت لابن عصام. ايه ها الله يهديه.
والله بسكليت احسن يا ابو عصام. جيب له ميتور، راح يروح الميتور راح يروح نص السلام ريال عليكم. معه. هلا هلا السلام. حبيب. بقى خلص خلي ابنك معتز يحط علقه براسه ويجيب بسكليت، مو احسن له من الميتور. لك المشكلة مجومس الولد ما بده بسكليت، بده ميتور، ما بيعرف بدون ميتور مشان يشبب العرصة. اوعى هيك اوعى، لك ما معي فرامات. السلام وعليكم عليكم. السلام. ما قلت لي كيف لقيت لي البسكليت؟ والله يا عمي شي على الاول. صباح الخير خال. اهلين خالي، اهلين كيفك؟ اهلين ابو العز. بدي احاكيك كلمتين. ليه ما اشتريت بسكليت؟ والله يا خالي ما بتواتيني البسكليت. خالي انت راح ميتورك واشتريت ميتور تاني، بقى قتلت الولد لخاله. بس انت يا خال بتشبب بتجحش. كذب عليك خالي؟ لا احكي الصدق. الصدق؟ ايه والله بجحش. ولك ليش لك خالي؟ يا خالي انا متعود بس اركب الميتور اقعد دندن، وبالشبب اذا ما دقيت السيبه ما بمشي الحال. بحس حالي بطل وبشبب والنسوان بتطلع علي، ولما اركب بسكليت بحس حالي ولد وانا الشيطان الداخلي بيقول لي شبب. اذا ما شببته والله ما بمشي الحال يا خال. فتح لي عقلك يا خالي، المرجله مو بالتشبيب. شلون يعني خالي؟ خليه غاوي. شوف لما اجيب ميتور بحط له خرز وبحط له اضويه وكذا وهيك هالقصص، ولما امشي شوي شوي بالشارع العالم بتطلع علي بتطلع على الميتور. مو شرط نشبب لخالي. ان شاء الله خالي راح احاول. اذا محرص على سواقة ميتور تاخذ ميتور اليوم دوره. بخير ربك يا خالي. الله هيو الشباب، بعرفكن عمي ابو مرتي، سيد من سيب مكنه بشبابه، غاوي على كيفكم. تشرفنا خايبة، شو اسمك؟ الله حيو الشباب، أنا اسمي بدوكسيون. بالله هيك اسمك ولا هذا لقب؟ فيك تشرح لنا؟ على هوا مو معلم بالتشبيب كان يشبب يحط رجله على الدركسيون. احنا من بعدك عمي. صهرك ابو شهاب كان يشبب المكنة على الخامس وما يستعمل دبرياج ابدا. انا بعرف حالي مين مجوز عمي. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين فيك ابو شهاب. ايه خيو، قاصدين الله وقاصدينك، بدنا الميتور من هون لبكره يعني ما برجع لك اياه. قسما بالله ما خرج يا شباب، بدي ياخذوا ابن اختي. تعال خالي قبل ما تاخذ الميتور جيب لي ضيافه وتعال. لعيونك خالي. اوام خالي ليك لا تشبب. يا دامعاني الله. شو بدي اقول له لخالي هلا؟ يا اخي والله مو بايدي، ما بحسن ما شبب. ولك كم ما بنبهناك لا تشبب لا تشبب يا معتز. يعني ما بعرف اخذت ميتور خالك وهلا راحت الميتور الثاني. بعدين ليش ما قلت له لخالك؟ ولا عنده قول له عم يسال عليك صار من الصبح. اذا ما قلت له هلا بكون قلقان عليك، فكرك عامل شي حادث او ميت. بعدين ما بيهمه الميتور، خلص قل له راح الميتور وخلص، ما في داعي تخاف. الحمار بيوقع بالحفره مره واحده اخي. ايه عادي وقع مره ثانيه شو يعني؟ بعدين انت السبب، قلنا لك خذ بسكليت خذ سكوتر. اخي انت لو غاوي ميتورات ما بتسوق بسكليت، وراح الميتور وسقنا بسكليت سيدي، شو يعني؟ المهم نقضي غراضنا اخي، ما تواخذ الكلمه. نشتري بطح بيلقطونا بيعطونا اياه على السطح. ايه يسلم لي انا اضحك. خلص اخي لا تاكل هم، ما في داعي تقول له لخالك مشان ما يعصب عليك. هلا ببعث لك عمك ابو حاتم وخلي اللي هو على رواق وخلص السيره. طمن خالك ما بيزعل منا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين ابو حاتم. خير شو في؟ ما في شي سلامتك اكيد. شلون ما في شو؟ انت ضارب بوزك متر؟ احكي. لك معتز. لا حول ولا قوة. لك شو بمعتز؟ امبارح لما حسبي الله ونعم الوكيل. ابو حاتم بوس ايدك تحكي. خلص ما في شي سلامتك اكيد. لك يا زلمه مشان الله احكي شو في؟ ابن اختك معتز امبارح وقفته دوريه وشلحوا الميتور. الله لا يوفقه. اول ميتور روح لي طقم الخرس تبع ابو بريعصي، وهلا روح لي الشحاطه تبع العين تبع ابو البوس. عبزلي حبايب القلب، ربي يسعد لي اياكم جميعا. هذا الجزء الثاني ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اللي وصل لهي النقطه لا تنسى تحطوا لنا لايك وحط لنا تعليق حلو مثلك، واذا تذكرت حدا بقلب المقطع تاقي له خليه يجي يضحك. التسكيف زلم، الساعات الاولى بتشد المقطع. اخوات النخبه اليوم تعليقنا رح يكون شكل ابل بوس، اكتبوا لنا اياها بالتعليقات تحت. خلينا نحاول نوصل هذا المقطع 10,000 لايك باقرب وقت. ما تواخذونا على الاطاله وضلكم بخير. سلام زليم.